السلام عليكم. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي ننضف اللسان ونعمله ويطلع اكلة خطيرة. يلا نشوف مع بعض. اللسان احنا ما بنحبش نشتريه من بره عشان خاطر بيبقى مش نظيف ومش واثقين ان هو معمول بدقة، واهم حاجة فيه هي التنظيف. انا حضرت نص كوباية خل، ليمونة، دي معلقة دقيق كبيرة ومعلقة ملح كبيرة، تمام كده. وادي عندي اللسان، واحضر حلة مية من الحنفية عادي. ماشي، انا حضرت المية. هنشوف الاول هنعمل ايه في اللسان. بصوا، اللسان احنا القشرة الخارجية دي هنشيلها. هنسلخه، ايوه هنسلخه. طب قبل ما نسلخه لازم ننضفه كويس قوي. شايفين فيه حتت سودة وفيه دم، يعني هو لسه ما عملناش فيه اي حاجة. وبصوا الحتت الخضرة دي هنجردها بالسكينة. ودي الحتت السودة دي سهلة جدا ان انت تشيليها بايديكي او بالسكينة عادي خالص. تحت المية تفركيه كويس قوي. يلا بينا ونشوف. ادي اهو اللسان بعد ما فركته كويس قوي تحت الميه، على فكره ميه بس. وادي اهو زي ما هو، مفيش اي حاجه غير نزلنا الدم وشلنا الحتت السوداء والشغط اللي ملهوش لازمه، شلناه قطعناه بالسكينه. وادي الحتت الخضراء اللي هنا احنا فركناها. طبعا مش قوي لان الجلده دي بعد ما اسلقها هشيلها خالص، هشيل كل الكفر ده. تمام. طيب انا جهزت ميه اهي، ادي حله الميه هنزل بيها كده باللسان. ودي نص كوباية الخل قالي. تمام كده. نص ساعة ونشوف هنعمل ايه. ادي اهي بعد ما سبتها نص ساعة، شايفين المية وسخت ازاي. يلا نغير المية. طبعا انا فركتها كويس بايدي برضو هي في المية بالخل. تعالوا نغير المية ونشوف هنعمل ايه. ادي اهو بعد ما شطفته، شايفين اللي هو اصلا بقى لما تيجي تفركيه كده اللي هو فيه صوت، اللي هو بقى نضيف جدا. تمام تمام. بس احنا برضو لسه عايزينه يبقى انضف من كده كمان. يلا نشوف مع بعض. وعشان نبقى واثقين 100% ان هو نضيف، ادي معلقة الملح الكبيرة ومعلقة الدقيق هنزل بيها كده ارشها عليه. تمام كده. تمام. طيب بعد ما نرشها عليه هنعمل ايه؟ ادي انا رشيت الدقيق والملح، وادي هعصر الليمون كمان واحط قشر الليمون ده في المية اللي انا مجهزاها. تمام كده. طيب وادي الليمونة التانية نعصرها برضو عليه. تمام كده. طيب ونحط القشرة في المية. هندلك اللسان كويس قوي ونفركه بالدقيق والملح، وبعدين ننزله في المية. يلا بينا نفركه كويس بايدينا. ادي اهو بعد ما فركته كويس قوي بين ايدي، حطيته في الميه اهو. تمام. هسيبه 10 دقايق ربع ساعه يتنقع كويس بالميه بالملح بالليمون بالدقيق. 10 دقايق ربع ساعه مش كتير، وهنشطفه ونصفي الميه دي. ادي اهو بعد ما صفيته، شايفين بقى بيلمع ازاي؟ شايفين اللي هو بعد ما صفيته. وادي الميه انا مجهزاها ان انا اغليها. ادي اهو الميه على النار. اول ما تغلي هنزل فيها اللسان. حطيت فيها فصين الليمون هم اللي انا عصرتهم، وورقتين لوري وحبهان وتوم. هننزل فيهم اللسان بس لما تغلي. ادي اهو بعد ما الميه غلت انا نزلت باللسان. شايفين؟ طبعا هسيبه لحد ما يستوي. طب لو انا محتاجه الشوربه دي، انا عايزاها. طبعا لو انت محتاجاها مش هنحط الليمون ده، هنحطه في الاول بس. يعني هنحطه هنسلقه نص سلقه، ومش هنحط ورق اللوري ولا الحبهان ولا الثوم. مش هتحطي غير الفصين الليمون دول، وتعمليه نص نص غلوه، وبعدين تغيري الميه وتقشريه، وبعدين ترجعي تكملي تسويه، وهي دي اللي هتبقى الشوربه بتاعتك. طب انا مش محتاجه الشوربه، فحطيت الحبهان ورق اللوري والثوم والليمون وكله، لان انا مش محتاجه الشوربه بتاعته. انا بعد ما اخلص خالص هدلقها ومش محتاجاها. تمام كده. ادي اهو بعد ما سلقته كويس قوي، شايفين انا طلعته عشان هشيل القشره الخارجيه دي. هقشرها بايديا كده ونحوشها على جنب، وبعدين هنقطعه. طبعا انا حطيت فلفل اسود وحطيت ملح. حيقت الشوربه عادي عشان يتشرب
التوابل والبهارات عشان لما اقطعه وانزله في السمنه يبقى مظبوط. يلا بينا نشيل القشره الخارجيه. ادي اهو بعد ما قشرته وقطعته، شايفين؟ ادي مقطعينه بالسكينه حتت حتت قطع اهو. جهزت معايا صينيه او جريل او طاسه زي ما تحبي، وتحطي فيها معلقه سمنه كبيره بالشكل ده. طبعا السمنه افضل بكتير، الزيت مش هيبقى حلو هيقدقدها. وتبداي ترصي اللسان معاكي كده وهتديله وشه، وبعدين تقلبيه على الوش التاني. ادي اهو انا حطيته على النار، شايفين؟ وابدا اديله رشه توابل اللي عندي، تمام كده، ياخد وش من تحت، وبعدين نقلب معانا بالماسك بتاعنا. ادي اهو بعد ما خلصناها شوحناها من فوق ومن تحت، شايفين عامله ازاي؟ اللي هي يعني حاجه تفتح النفس، احسن من بره ب100 مره، بمليون مره. طبعا انا عندي دايما في التلاجة بقدونس على كزبره على شبت، مقطعاهم بالشكل ده. سلطه احط عادي اللي هو سهله، تبقى انا مقطعاهم وجاهزين، ازوق بيهم اكل، احطهم على كبده، احطهم على كفته، على لسان زي كده، على فراخ مشويه. حلو جدا ان انت يبقى عندك الطبق ده في التلاجة، بيزوق الاكل وبيظبط الشكل العام للطبق بتاعك، وكمان بيصفي الزيت او السمنه عليه، بيبقى حاجه تحفه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.